في نقطتين احنا نتكلم فيهم. نقطة اللي هي كأس العالم للأندية، ونقطة كأس الانتركونتيننتال. انتركونتيننتال فيه مشكلة عندك. هتجابلك وهي بوتافوجو، هتقول لا يا عم ده هو معاه ماتش مع باتشوكا، هقول لك لا، ما هو بوتافوجو هيعدي باتشوكا. بوتافوجو متصدر الدوري البرازيلي. بوتافوجو لعب كأس الليبرتادورس ب10 لعيبة من أول مباراة، هو طرد منهم لاعب في الدقيقة 2. هتيجي تبص، هتقول لك الاهلي دي كام مباراه ما لعبش بغير بصفقات اللي هو جابها، غير هي صفقه واحده اللي هي يحيى عطية الله. ما لعبش ولا صفقه من الصفقات اللي احنا فرحنا بيها وهصنا بيها وقال لك ايه الاهلي اتمنى صفقات. الاهلي عمل صفقات وكلنا فرحنا بالصفقات، الاسامي اللي جات اشرف داري ويوسف ايمن ويحيى عطية الله والساعي، وما فيش صفقه لعبت غير يحيى عطية الله هو اللي اثبت نفسه. اشرف داري بالصف التدريبات ما تعرفش ايه عنده، ومحدش بيقول لك الحقيقه. لما تيجي تلعب بوتافوجو متفوق على بالميراس في اخر مباراة لعبها معاه، فايز عليه 2-1. بالميراس في المركز الثاني اللي انت هتلعبه، بالميراس ده هتلعبه في كاس العالم للأندية. بوتافوجو بيتفوق في السرعات. هتلاقي يعني لما تبص للعب بتاعه وتتفرج عليه هتلاقي يقول لك ده بوتافوجو ده هنفوز عليه. لا، مفيش الكلام ده. انت معاك مباراة يوم 15/12 وما معكش ولا صفقة حاليا بتتلعب. اشرف داري ما لعبش اصلا. يعني حتى هو لو فاق اول مباراة تبقى البطولة دي ما ينفعش. يعني الواحد بيتمنى والله العظيم، يعني انا مش عايز اسامي اللي هو مثلا اجيب موديست ده كان بيلعب في بروسيا دورتموند. طب ما انا عارف ان هو بيلعب في بروسيا دورتموند، طب هو وقته الحالي لعبه الحالي ايه؟ ما بيلعبش. كلنا اتبضلنا منه، كلنا اتبضلنا من لعبه. قال لك وقلنا احنا مش عايزينه يا جدع، انت دافع فلوس على الفاضي، جايبه من على القهوه ومتعاقد معاه. يعني عندك اداره بيراميدز لما كان تركي آل الشيخ مسكها، كان جايب كينو، اثبت نفسه كان لعيب. كان يقف على الكوره ويشوطها في المقص وجون، وكان يحتفل الشناوي كان بيتعب فيها في البصه ما بيترميش. يعني انت هتتعاقد مع لاعب، احنا مش عايزين اسامي والله. يعني في لعيبه، في كشافين. يعني عندك انا اكتر فريق عاجبني في افريقيا اللي هو صن داونز. صن داونز بيجيب صفقات من الدوري الارجنتيني، دوري برازيلي، دوري مش عارف ايه، ودوريات كلها معروفه، بس اللعيبه مش معروفه اللي هو بيجيبها. هو بتثبت نفسها في كل المباريات. انت بتتكلم، انا بتقول لك ان الاهلي هيقابل يا باتشوكا يا بوتافوجو. انا بقول لك بوتافوجو هو اللي هيفوز على باتشوكا، واثبت كلامي يا عم وسجله عندك ان هو بوتافوجو هو اللي هيفوز على باتشوكا. هتلعبه انت يوم 15/12 اللي هو بعد 9 ايام من النهارده. هتلعبه انت بعد 9 ايام من النهارده. ف يعني اتمنى من الموسم اللي هو في شهر واحد بتاع الصفقات الشتويه دي، احنا مش عايزين اسامي، مش عايزين اسامي. احنا عايزين لاعب 25 سنة 22 يثبت نفسه ويكون في الفورمة. ما اجيبش لاعب انا 35 سنة واقول لك كان بيلعب في الريال. هو ايه اللي كان بيلعب في الريال ده؟ وانا هجيب مع ميدالية اعلقها في النادي واقول لك ده كان بيلعب في الريال اللي بيضاف للنادي؟ لا، ده مش انجاز. النقطة التانية اللي هي كأس العالم للأندية، الناس فاكرة بقى ان المجموعة بتاعت النادي الأهلي سهلة. اقول لك لا، هي مش سهلة، هي تعتبر من اسهل المجموعات اللي انت دخلت فيها، اللي هو انتر ميامي وبالميراس وبورتو. بالميراس ده في الدوري البرازيلي المركز الثاني، ولعب 37 مباراة واتهزم 8 وتعادل 7. ده في الدوري البرازيلي. يعني لو قارنت لك بالدوري البرازيلي بالدوري المحلي بتاعنا اللي هو المصري، هقول لك لا ما ينفعش. ما هي في فرق شاسع بالكلام ده. لما تيجي تقول لك انتر ميامي والكرة الأمريكية كرة تعبانة ومش حلوة، هقول لك الكرة الأمريكية الدوري انتر ميامي ده فيه ميسي. عندك سواريز كبير في السن بس بيلسع، بيدي. بوسكيتس بيوقف على الكورة. باقي ما باقي هو لا في دفاع ولا في حارس. دي حاجة تتأكد. بس أنا بتكلم إن أنت داخل كأس عالم الأندية، ما تقوليش ده إنجاز. لا، ده مش إنجاز. أقول لك الإنجاز ليه؟ إنجاز لأن أنت خدت أحسن تالت، إن أنت خدت تالت كأس عالم. طب تالت كأس عالم كان كام فريق؟ كانوا كام؟ 6 7 8؟ ما كانش معدين كانوا 8 فرق أو 6 مش فاكر والله. ما علينا. لما تلعب انت دلوقتي معاك 32 فريق، هتلعب مباراة الافتتاح مع انتر ميامي.
ليك فرصة كبيرة تعمل صفقات حلوة وتنشئ فريق حلو وينافس على البطولة دي. ان انت تعدي من المجموعة دي ده انجاز، ده بالنسبة لك انجاز ان انت تروح دور ال16، انجاز. الكرة ملهاش كبير، ما فيش حاجة اسمها انا يعني تلاعب مثلا بورتو حلو في الدوري البرتغالي، مش هو برضو المركز الثاني في البرتغال، بس انت بتلعب فرق الناس بتقول لك ده فرقه، ده مجموعه سهله. انا بقول لك مجموعه سهله بالنسبه لباقي المجموعات، لكن مش سهله على الاهلي، مش سهله على الاهلي في وقته الحالي. يا جدعان في صفقات، هو فين اللعب؟ مين اللعب عندنا احنا في الصفقات دي؟ احنا عايزين لعيبه يعني اكتشاف. انا نفسي في لعيبه 3 4 لعيبه كده انا ما اعرفهمش، يعني ما يكونش عامل لي ضجه على اللاعب وهو ما بيلعبش. ما افرحش انا بصفقه اتلعب جابها لي 30 40 سنه وقاعد لي في الدكه، ولما ينزل اتفاجئ بيه. معلش يعني يوسف ايمن قالوا عليه ان هو متهاب ولعب الشوط الاول، ما فيش، ولعب نفسه ومطلعه بره. ايه الصفقات اللي عندك انت عشان تفرح بيها وتلعب؟ خلينا في الصح وبلاش. ما انا قادر اهزر اقول لك دي مجموعه سهله خالص على الاهلي. لا والله ما سهله، والله ما سهله يا جدعان. بالميراس وبورتو يعني انا اصغر لك من انتر ميامي، معلش يعني انتر ميامي ممكن تفوز عليه بالضغط والكلام ده، لان هما زي ما قلت لك ما فيهوش دفاع ولا حارس مرمى، يعني ممكن تشوط عليه من بره. طب ما هو انت مين عندك اللي يشوط من بره؟ انت عندك مشاكل في الهجوم. بيرستو بسم الله ما شاء الله، يعني المستوى بتاعهم في النازل، مش ثابت. انت عايز سرعات، انت ما عندكش سرعات في الهجوم. عندك وسام ابو علي وحسين الشحات بس تو سرعات بدون فايده. خلينا نتكلم في الجد بقى، كفايه هزار. بص يعني هتبص في اللعب او طريقه اللعب نفسها، هتلاقي في كل دوري طريقه مختلفه. الدوري الايطالي معروف ان هو بالمدافع والكلام ده ودوري قوي. الدوري الاسباني معروف بالهجمه المرتده والسرعات والكلام ده. الدوري الانجليزي بالضغط واللعب، وطبعا اقوى دوري وشغال يا باشا، دعك في بعضه، الناس عم تطحن في بعضيها هنا. ما تبصش لنفسي انا تقول لك كابتن محمد الشوكه بيتكلم يقول لك انا كان نفسي اقابل مانشستر سيتي مش عارف ايه. انا بقول لك والله العظيم الحظ حلو. النادي الهلال السعودي، الهلال السعودي ليه فرصه بنسبه 80% ان هو يصعد تاني مع الريال. اي نعم، هي اول مباراه مع الريال ده صعبه جدا. ما انت ما تنساش انت عملت مباراه حلوه في كاس العالم في النهائي مع الريال، واتغلبت بفارق بسيط وجبت فيه اهداف، وما كانش معاك اللعيبه دي. انت معاك اللعيبه دي حاليا. الهلال نسبة 80%. الأهلي لو ما عملش صفقات واستمر على كده نسبة 60% إن هو يصعد تاني. فأتمنى يعني أتمنى والله العظيم يعني صفقات بدون أسامي، صفقات تكون حلوة وصغيرة في السن، صفقات ما تكونش معروفة اللي احنا عارفينها، أو ممكن تكون معروفة بس المستوى بتاعه ثابت أو المستوى بتاعه حلو. أنا ما جيبوش من دكة البودرة وأدخله عندي. كريستو ما استفدتش بشيلن، كريستو قاعد على الدكة ما استفدتش منه بشيلن، ما لعبش، ما حدش لعبه. عندك ديانج كان اسطوره في نص الملعب، مشي. حمدي فتحي مشي. انا مش بتكلم الناس مشي، لا الناس دي عايزه تمشي مع السلامه، خلاص. يعني والله العظيم يعني الواحد بيحب النادي بتاعه ويبقى قوي. لما تبص في اللعيبه او تبص في النادي الاهلي وصل لمكانه. والله العظيم النادي الاهلي وصل لمكانه كاكتر نادي افريقي عمل انجازات في النسخه القديمه. انت حاليا في النسخه الجديده اللي هي اقوى نسخه تعتبر من بدايتها، والبطوله الاغلى بالنسبه للانديه اللي هي كاس العالم للانديه، دي افضل نادي في العالم بلا شك. فانت الانجاز اللي انت تعمله توصل لدور ال16، تعدي المجموعه دي، وممكن حظك يخبطك مع فريق حلو تتعادل معاه وتفوز على ضربات الجزاء. يعني هتبقى دور الثمانية ممتازه، انت كده عملت انجاز. انما ما تقوليش ان انا شاركت في كاس العالم للانديه يبقى ده انجاز. لا يا باشا، ده مش انجاز. كاس العالم كده كده انت هترجع له تاني ان شاء الله يعني، بس ده بقى باربع، مش كل سنه، لا بينه وبينك 4 سنين هتلعب في الانتر كونتيننتال نظام كاس العالم القديم. هو ده اللي انت هتعمله. ما تقوليش انا انجاز، انا تالت احسن توالت والكلام ده. لا لا لا، مفيش حاجه اسمها تالت كاس عالم. فان شاء الله يعني يا ريت الناس دي